بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. بلدية سيدي يعقوب ككل سنة مسابقة ترتيل القرآن الكريم في طبعتها السادسة لسنة 1426 الهجرية. الحمد لله على إحسانه والشكر له على عظم نعمه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله، وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم. نزلتم سهلا وحللتم أهلا في بلدية سيدي يعقوب. إذا وصلنا إلى حفل ختام هذه الطبعة السادسة، الطبعة التي دأبت بلدية سيدي يعقوب في تنظيمها من وقت جائحة كورونا، والتي كانت فكرة بسيطة تمثلت في إرسال الفيديوهات لضرورة جائحة كورونا، فوصلنا بهذه الفكرة إلى مسابقة صارت بمشاركة حتى خارج التراب الوطني. بسم الله الرحمن الرحيم. على كل حال كنتم في ضيافة بلدية سيدي يعقوب وهي تنظم حفل ختام الطبعة السادسة لمسابقة ترتيل القرآن الكريم. هذه الطبعة التي صارت في بلدية سيدي يعقوب سنة حسنة تعاد كل سنة، وقد عرفت هذه السنة إقبالا ومشاركة قياسية من داخل البلدية وخارجها، من ولاية سيدي بلعباس وخارج الولاية، من الجزائر وخارج الوطن. طبعا هذه الطبعة التي صار لها صدى دولي والحمد لله عرفت مشاركة قياسية كما قلنا، وقد استغلت البلدية هذه الفرصة من أجل تكريم حفظة كتاب الله، وكذا تكريم أئمة المساجد وتكريم المقرئين الذين صلوا بنا صلاة التراويح خلال هذا الشهر الكريم. كذلك قمنا بتكريم من يرافقوننا دائما من سلطات، وعلى رأسهم السيد رئيس الدائرة المحترم والسيد مير محمد برلماني والأسلاك الأمنية الذين كانوا حاضرين معنا من باب العرفان بالجميل لهم وعلى ما يقدمونه لهذا الوطن. كما تلاحظون اليوم أنا تشرفت اليوم بحضور الطبعة السادسة من مسابقة رتل القرآن ترتيلا، هذا الحدث المبارك الذي يعكس روح التلاحم والإيمان بين مجتمعنا، والتي عودتنا على هذه بلدية سيدي يعقوب المضيافة المجاهدة. السلام عليكم، اسمي مبسوط محمد عبد الإله، عمري 10 سنوات، أنا الخطيب الصغير، أقرأ السنة الخامسة ابتدائي، أنا أسكن في بلدية سيدي يعقوب. الاسم بن شيخ عبد القادر، والعمر 13 سنة، وأسكن في بلدية سيدي يعقوب، وسررت على مشاركة في هذه الطبعة السادسة لمسابقة ترتيل القرآن وتجويده، وأتمنى من الجميع إن شاء الله تبارك وتعالى للجميع الفوز. وطنية نيوز، الواقع من المواقع.